النهارده انا هكلمك عن لقاء فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. هقول لك، احكي لك ايه اللي حصل لما رحت انا والمصور علشان اعمل معاه حوار. انا عايز بس اقول لك على استقباله وترحابه لينا بصورة لا مثيل لها، ترحاب شديد. خلينا شعارنا ان احنا اقارب ليه، معارفه، اصدقائه. حسسنا بأبوة شديدة جدا، واستقبلنا استقبال حار جدا وسلام في ود. وقال لي اتفضلوا يا ابني استريحوا، وقال اعملوا حسابكم انت هتتغدوا معايا النهارده. قلت له يا فندم ده كتر الف خيرك، يكفي حضرتك استقبال سيادتك، ويكفي ان حضرتك وافقت ان احنا نيجي وان انا اجري مع سيادتك حوار. فده بالنسبه لي فوز عظيم جدا. كتر الف الف خيرك يا فندم. قال لا انت بتتغدوا الساعه كام؟ قلت له لا يا فندم ربنا يخلي معاليك، كتر الف خيرك. احنا بس كل يعني نرجو ان سيادتك تتفضل انك تسمح بوقت ان احنا نجري مع سيادتك هذا الحوار. قال لي بص بالنسبه للوقت خد راحتك خالص، انت خد قول اللي انت عايزه وخد الوقت اللي انت عايزه، وما تشغلش بالك بالحوار. وانا ان شاء الله هن... هجيب لك اجيب لك على كل الاسئله ونتغدى بعد كده. قلت له يا فندم كتر الف مليون خير. المهم الحقيقه يعني لا استطيع ان اتحدث عن كرم الرجل والضيافه الشديده جدا والمشروبات والحلويات والاستقبال الحار. قال لي اتفضل بقى انت عايز تسالني عن ايه؟ قلت له هي في اسئله كتير جدا. قال لي قول وما يهمكش. وعايز اقول لك على حاجه. قلت له اتفضل. قال لي ما تصيغش سؤال، ما تفكرش في صياغه السؤال، انت اللي يجي على بالك اسال. قلت له حاضر. قلت له احنا يعني يهمني وانا اسال فضيله الشيخ اصبح النهارده اشهر داعيه اسلامي في الشرق الاوسط، لكن ما سمعناش صوته في الاذاعه ليه؟ قال لي كويس اوي. ده سؤال هيرجعني لعام 1950. كنت بعمل في الإذاعة حديث، وفوجئت بمسؤول إذاعي بيقول هذا الرجل لا يصلح للإذاعة، صوته ليس ميكروفونيا، صوتي مش ميكروفوني. قلت له طيب شكرا. مشيت من الإذاعة، فوجئت بإن ربنا كرمني كرم عظيم جدا. كلية الشريعة في مكة فتحت، ففوجئت منهم بيطلبوني إن أروح مكة أستاذا في كلية الشريعة. وفضلت في مكة لحد عام 1963، وده من كرم ربنا. ومن بعديها بقى رحت الجزائر، ثم عينت وزير الأوقاف وعملت البرنامج بتاعي التلفزيون. قلت له طب يا فندم انت ليه ما بيلكش كتب؟ قال لي كويس أوي. برضه ده سؤال كويس. هقول لك بقى يا سيدي، أنا لم أشتغل بالتأليف أبدا، ما ألفتش كتب. عارف ليه؟ قلت له ليه يا فندم؟ اتفضل. قال لي لأن الكتابة تحتاج قوم يكون بيعرف يقرا ويكتب، قوم مثقف أو على الأقل يعرف يقرا. أما بقى اللسان فهو أبلغ وسيلة، وأنا بقوم بمهمتي للكل، للطفل وللأمي وللمتعلم وللمثقف وللشيخ وللكبير. لكن الكتابة تحتاج إن حد يروح يشتري كتاب ويبقى عنده وقت يقرا، وبعدين كم واحد يشتري كتاب وكم واحد هيقرا؟ وبعدين أنا عايز أقول لك الحاجة. قلت له اتفضل. قال لي أنا يهمني إن أنا أوصل خواطري عن القرآن الكريم. في ناس كتير جدا بيقولوا إن الشيخ محمد متولي الشعراوي يفسر القرآن. أنا لا أفسر القرآن. القرآن معجزة السماء، وتفسيره لا يمكن لأحد أن يفسره، لأن كل يوم في جديد، وكل يوم في ربنا بيكرم علماء ومفكرين في تفسير خواطرهم حول تفسير بعض الآيات، لكن مش هو ده تفسير القرآن الكريم النهائي. قلت له كويس جدا يا فندم. طب ايه بقى رأيك؟ يعني رأي الناس اما بتسمع سيادتك بتعجب جدا بيه، انت رأي سيادتك ايه؟ قال لي لا انا عايز اقول لك على حاجة. قلت له اتفضل.
قال لي: اولا انا لا املك شيء للناس، انا بقول خواطري، واما بمشي الناس بتحب ان تسلم على من آه وجههم الى الخميره الايمانيه التي لديهم. انا يا ابني ما بعملش حاجه، ده فضل من الله، لكن الناس وجدت من يوجههم الى الخميره الايمانيه اللي عندهم. قلت لها فيها يعني في ناس بتقول يا فندم ان حضرتك اصبحت من الشخصيات اللي ممكن يطلق عليها لقب العبقري. قال لي: لا، انا مش عايزك تقول الكلمه دي وتنساها يا ابني. كلمه عبقري تقال لمن ياتي بثمار من عقله